صباح الفل تاني مع هشام أنس، كلام يهمك. طيب، محمد ويومنا قالوا لي طب عمالين يقولوا نصايح نصايح، وبعدين جت سيرة الجواز. محمد بيقول لي نحضر فرح مع بعض بتاع محمد مطروق، ربنا يسهل له أمره. فقالوا لي طب، فأنا بقول له طب هو في حد عاقل يعملها؟ طبعا بضحك طبعا. هو الجواز مشكلته في، أنا عملت قاعدة كده مسميها قاعدة التلاتة ألف. ألف وألف وألف لأي حد بيعمل علاقة زوجية وعايز ينجح فيها. أول ألف اللي هي اعتراف. اعتراف. وتاني ألف احترام. وتالت ألف إدارة. يبقى عندنا الألف الأولانية اعتراف، والألف التانية احترام، والألف التالتة إدارة. اعتراف بإيه؟ واحترام إيه؟ وإدارة إيه؟ الاختلاف. يبقى لازم نعترف احنا بنحب بعض قوي. انت بخاطب واحدة ولا واحدة، اتنين ميتين في دباديب بعض، بس لازم احنا بنحب بعض، بس لازم نعترف انه في اختلاف. طب احنا بنحب بعض قوي واتجوزنا، لازم نحترم الاختلاف. تالت حاجة بقى اللي هي ايه؟ إدارة للاختلاف، ودي الكارثة. يبقى لازم نعترف، واحنا بنعترف بالاختلاف ده، الاختلاف ده ربنا حطه في البشر عشان نكمل بعض. الاختلاف ده حطه في مزاج مختلف بتاع زوجة، ومزاج مختلف بتاع زوج، عشان يطلع أولاد عندهم صفات معينة وقوة معينة. الاختلاف آية من آيات ربنا، ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. في واحدة بيضة، واحد أسمر، واحد عينيه كده، واحد عينيه ضيقة، واحد عينيه واسعة ومش معبرة، واحد عينيه قد كده بس تشوف فيها تعبير الدنيا كلها. في واحد الشيب بتاعه اختلاف عادي. تبقى احنا بنعترف انه في اختلاف. ما بينفيش الحب، ملوش دعوة، بالعكس. لأنه في ناس بتبقى متهيالها الحياة وردية بقى، ده احنا بنموت في بعض وحابين بعض، ده احنا مش هنختلف. يا نهار ابيض على اللي بيحصل في دول. التوقع بتاعهم بيكون عالي قوي، ان احنا ايه ده، اصل احنا واخدين بعض عن حب. واللي واخدين بعض عن حب دول معظم الوقت لو ما عملوش الاداره لده بيدخلوا في مشاكل كتيره جدا. طيب، يبقى الاعتراف ليه؟ هنعترف ليه عشان نسلم كده، عشان نبقى هاديين لما يحصل اختلاف. مش مع اول خناقه بص يا بنت الناس ولا يا ابن الناس، انا بص انا الكلام ده احنا كنا بنحب بعض صحيح، بس احنا مش هينفع نعيش مع بعض. احترام بقى، الاحترام بقى لما اعترفت بالاختلاف، احترامه ده فرض. يعني انت لازم تحترمه، لازم تحترمه، لازم تعرفه انك انت محتاجه، انت محتاجه في حياتك، انت محتاج الاختلاف ده. انت مش ممكن كتر الاتفاق نفاق. لو واحد كل شويه بيوافقك على طول في شغل ولا غيره، ده معنى ذلك انه منافق صرف. لانه مش معقوله ان انا اقول له ايه، هنحط دي هنا، يقول لي ايوه صحيح. في ناس مرات الاقيهم في الشغل كده اقول له دي، يقول لي والله ايوه صح كده. هو ما وراش الا كده. كثره الاتفاق نفاق. طب انت عايز حد منافق معاك ولا عايز حد يبقى كده يعني ملح وفلفل كده، تبقى فيها الحياه، تبقى فيها حاجه كويس. فلازم نحترم الاختلاف ده، ونحترم انه موجود. يعني انا من اب مختلف عن الاب بتاع زوجتي، وام مختلفه، وبيئه مختلفه، ودنيا مختلفه، وتعلمت تعليم مختلف و فلازم يكون في اختلاف. فلازم نحترم ده ونحترمه ونستثمره، مش نخانق بيه. لان المجتمع العربي يقول لك ايه، اختلاف الراي لا يفسد للود قضاء، واحنا بنتخانق على الحاجه. يجي واحد يقول لك انا شيعي وانا سني وانا درزي وانا مش عارف ايه، بتختلف. يا عم يقول لك صلي كده وصلي، يا عم صلي وخلاص، خلصنا. قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، وخلصنا على كده. ما تتخانقش على الحاجات. وبالتالي انا بشوف بقى الكارثه الكبيره بقى لما لو اعترفنا بالاختلاف واحترمناه، مش نخانق علشانه، ونبقى مثلا انا شايف الايد العليا نعمل الاداره بقى، اداره الاختلاف. امتى اداره الاختلاف مطلوبه؟ لما خلصنا الاولانيه والثانيه، مثلا المدام في البيت عندها المطبخ، والاستاذ عنده الشركه، وهي المطبخ بتاعها ده مملكتها. فهي مثلا الرف التاني هي حاطه فيه السكر مثلا، ما تجيش كل مره تاخد السكر وتروح تحطه لها تحت البوتاجاز. ما ينفعش. او تقول لها لا حطيه هنا احسن. سيبها، سيب مملكتها.
هي يعني يقول لها بص ده انت لو حطيتيه في الرف ده احسن من هنا، هي تقول لك لا والله انا مستريحه هنا. خلاص سيبها يا عم، خلصنا. ما تقعدش توجع قلبها وتعمل لنفسك انك انت البطل اللي فاهم اكتر. الحيز بتاعها هي قول لها بص يا حبيبتي، انا عايز اقول لك على حاجه، انا الترتيب ده لو عملناه بالشكل الفلاني هيكون افضل. هي اقتنعت اقتنعت، ما اقتنعتش خلاص سيبها. وانت كمان حضرتك لما يكون هو في الشغل ماشي مع الاخ هشام، والاخ هشام ده مثلا راجل مثلا بياخده كل شويه يسهر في كافي ويرجع لك الساعه 3، فتقولي له والله ده هشام ده اخلاقه زي ما يعلم بها الا ربنا، يقول لك لا والله ده هشام ده كويس. طب يا سيدي انا هو كويس بس انت بتجيلي الساعه 3، قال خلاص انا همشي معاه بس هرجع لك الساعه 12 مثلا. بس ما تقعديش تزني ان يقطع علاقته بهشام، مالكيش دعوه خلاص انت، ما المهم ان هو ما يضركيش عن طريق هشام، ما يرجع لك في وقت معين بس انت ما تقولوش دي، ما تقولوش يشتغل الشغلانه الفلانيه، هو مستريح في شغلانه ما تفرضيش عليها حاجه، سيبي الحيز بتاعه، كل واحد يسيب الحيز التاني. طيب لو بقى اتفقتوا على الحاجه، لو اتفقنا على واحنا في اداره الاختلاف اتفقنا ما فيش مشكله، انما احنا اللي هو الحاجه اللي احنا بنقول عليها في عدم الاتفاق على الراي، لان ممكن الاختلاف نتفق. يعني مثلا اقول لها احط الموبايل هنا، او انا هجيب ايفون وهي تقول لي لا ده انا عايزاه سامسونج، وبعدين اتفقنا رحنا جايبينه نوكيا. ممكن نوصل لحاجه لا هي عندك ولا هي عنده، باخد بال حضرتك ازاي؟ فالاختلاف اساسا مثمر، لان هو ممكن نوصل لحاجه احسن من الخيارين. ولكن لما نختلف ومش متفقين على حل نسيبها، الحي هي في الاطار بتاعه سيبه له، هي في الاطار بتاعها سيبها، وخلاص على كده يبقى الثلاثه الف: اعتراف، احترام، اداره. واتجوزوا وربنا يكرمكم ان شاء الله وتعمروا الارض. شكرا.